مساء الخير عليكم. أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة أعلنت مد فترة القبول للطلاب الجدد المتقدمين في الالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون العام 2022 لغاية يوم الخميس 8/9. يوم الخميس 8/9 هنقفل موقع التسجيل. التسجيل طبعا بيتم عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية، وهسيب لكم لينك التسجيل في الديسكريبشن في صندوق الوصف. يبقى احنا عندنا فرصة للي عايز يتقدم لمعاهد أكاديمية الفنون. وعلى فكرة معاهد أكاديمية الفنون بتدي درجة البكالوريوس دراسة 4 سنوات. معاهد أكاديمية الفنون وهي 8 معاهد: معهد فنون مسرحية، معهد السينما، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للموسيقى والكونسرفتوار، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي للفنون الشعبية، والمعهد العالي لفنون الطفل. زي ما قلنا مدة الدراسة 4 سنين. الحصول شرط القبول طبعا حصول الطالب في الثانوية العامة على 55% على الأقل أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية. بالنسبة للطلاب الذكور لازم تحديد موقف التجنيد اللي هو سواء أدى الخدمة أو عنده إعفاء، وما يزيدش سن الطالب عن 22 سنة في أول أكتوبر اللي جاي. في نفس الوقت في امتحان قدرات وفي كشف طبي. لابد للطالب ان يجتاز اختبارات القدرات والكشف الطبي في كل معهد. طبعا لما بيتم القبول بنشترط تقديم اصول الشهادات والمستندات للحاصلين على المؤهل الدراسي. بناخد المؤهلات الدراسية بتاعت 3 اعوام: 2020 2021 2022. يعني اي طالب خرج من الثانوية العامة في 2020 2021 2022 يقدر يقدم. وفي نفس الوقت عندنا برضو قسم في الأكاديمية بنظام التعليم الموازي، يعني بمصروفات، ودي بيبقى شروطها أقل شوية في 3 معاهد زي معهد الفنون المسرحية ومعهد السينما ومعهد الموسيقى. زي ما قلت لكم التقديم إلكتروني عبر الموقع الرسمي. بعدها بتروح إلى الأكاديمية وتسدد رسوم الطلب 750 جنيه. اما التعليم الموازي فبيسدد 1300 جنيه. ده موقع الأكاديمية اللي دخلنا له عن طريق الرابط اللي احنا سيبناه في الديسكريبشن. هتلاقي فيه كل المعاهد، وعلى الشمال فوق هتلاقي مكتوب سجل الآن. هندوس على سجل الآن علشان خاطر نبتدي نسجل نفسنا. هنلاقي يطلع لي صفحة يقول لي الشروط العامة للقبول بكل معاهد الأكاديمية للعام الدراسي 2022. هتلاقي شروط كتيرة تقراها كلها واحدة واحدة لأنها بتتكلم عن كل المعاهد لغاية 35، وفي الآخر بتقول له وافق على الشروط، بحيث انها تنقلني بعد كده الى صفحة التسجيل اللي احنا شايفينها قدامنا دي. صفحة التسجيل هنلاقي جوه منها في فرعين بتوع المعهد، الجيزة واسكندرية. فرع الجيزة طبعا فيه معاهد اكتر شوية من فرع اسكندرية. احنا هنبتدي وناخد فرع الجيزة كمثال يعني، ونقول له ايه التالي. هيدخلني على فرع الجيزة وهنلاقي المعاهد المقيدة فيه زي معهد السينما ومعهد السينما موازي والفنون المسرحية وفنون المسرحية موازي وموسيقى العربية. هنختار معهد السينما. هنلاقي فيه التخصصات بتاعت معهد السينما 6. هنلاقي منهم واحد وليكن مثلا الإخراج كمثال، ثم نقول له التالي. هيحولني إلى معلومات الحساب اللي بنكتب فيها اسمنا، الاسم الاول والثاني والثالث والرابع، بريد الالكتروني، تاريخ الميلاد والعمر، والباسورد بتاعي. بعد كده هتلاقي فيه معلومات عن الطالب، اهمها الصورة الشخصية 6x4 بترفعها في الموقع، والنوع ورقم المحمول والجنسية والمؤهل الدراسي، وبعدين رقم البطاقة او رقم جواز السفر، وبرضو ترفع البطاقة على كصورة يعني.
بعد كده عندك صورة شهادة المؤهل برضو ترفعها، وإذا في أي مستندات أخرى بالنسبة للناس المغتربين. بعد كده بتشاور على إنك لن يتم البت في هذا الملف إلا لما بتروح الأكاديمية عشان تسدد الرسوم المقررة بتاعتك اللي هي 750 جنيه زي ما قلنا، وبالنسبة للتعليم الموازي 1300. وبتقول له بعد كده أوافق عليها وأوافق على الشروط. الاتنين بتوافق عليهم ثم بتضغط تسجيل. كده يبقى انت سجلت في الأكاديمية، والمفروض ان انت تتوجه الى الأكاديمية وتدفع ال750، ويحددوا لك الموعد بتاع الكشف الطبي والاختبارات. وبالتوفيق لكل الأصدقاء.